الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا ناس؟ كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. عندنا حلة فيها زيت بننزل عليها بصلة، وبس توصل معانا المرحلة دي بننزل عليها لحمة مبوخة. وتبويخ اللحمة اختياري جدا يا جماعة. بننزل شوية هبهان مسحون وقرفة حاب، كزبرة مسحونة، وبننزل عليهم موية، والموية على حسب كمية البصلة واللحمة اللي عندكم، عشان بعد ما تستوي اللحمة ما ينفع نضيف موية. اليوم ان شاء الله هنجرب مع بعض طريقة البامية المطبوخة بمكونات بسيطة وطريقة سهلة وطعم لذيذ. وبنغطي عليهم، نخليها في النار لمدة ساعة ونص او ساعتين. وزي ما شايفين خلاص استوت معانا اللحمة. بنطلع اللحمة وبندوب البصلة تحريكة سريعة بتدوب معانا، وبننزل عليها طماطم مبشور، معجون الطماطم، الملح، تحريكة سريعة. شايفين الغوان؟ بننزل عليهم البامية، الثوم، اللحمة، ومعلقة صغيرة سكر. وفي المرحلة دي الماجي اختياري، انا استبدلت الماجي بمعلقة صغيرة سكر ونخليه يتسبك. زي ما شايفين البامية كلها نزلت تحت، معناها تسبكت واستوت. شايفين الغوام؟ مسبكة وثقيلة وما في اي اثار موية ولا حاجة. شايفين الوش؟ ان شاء الله يا رب تكون عجبتكم طريقتي. لو اول مرة بتشوفوني يا ريت تدعموني بالاشتراك واللايك. وبالعافية علينا وعليكم.